جيني كامل أعلنت انفصالها عن أمير طعيمة، وقالت ده طلاق رسمي ومفيهوش رجوع، بعد ما قالت إنه أكرم حسني هو السبب، وأمير بيأكد ملكوش دعوة بيه. يا ترى إيه الحكاية؟ تعالوا نقول لكم التفاصيل. انفصال جديد في الوسط الفني، أمير طعيمة وجيني كامل أعلنوا طلاقهم، لكن المرة دي بحق وحقيقي. المرة اللي فاتت جيني طلعت أعلنت الانفصال، وكتبت بوست ولمحت فيه إن السبب في خراب البيت هو أكرم حسني، وبعدها بأيام مسحته ووجهت اعتذار، والمية رجعت لمجاريها وكأن مفيش حاجة حصلت، علشان يرجع الثنائي من تاني يعلنوا خبر طلاقهم. وتكتب جيني بوست على الفيسبوك وتقول تم الطلاق الرسمي وليس انفصال، وسيبقى أمير والد أولادي وجد أحفادي، له الود والتقدير الحمد لله. الغريب إنه من البداية لما اتهمت أكرم حسني لخراب البيت، أمير طلع وقال إنهم في الأساس منفصلين من فترة، وإنه أكرم ملهوش دعوة. ورغم إنها مسحت البوست واعتذرت لأكرم، لكن واضح إنه أمير ما عجبهوش الموضوع، لأنه نزل بوست وقتها وقال أنا منفصل رسميا من شهرين، وكنت منتظر الإعلان الرسمي لحين الانتهاء من بعض الإجراءات القانونية اللي كنت أتمنى إنها تتم بشكل ودي حفاظا على مصلحة أولادي، ورغم مني إن الأمور تتم بشكل يليق ب10 سنين طويلة، وللأسف لما ده ما حصلش الطلاق وقع. وكمل كلامه وقال فيما يخص إقحام اسم أخويا وصديقي الفنان أكرم حسني، أولا مش أكرم أول ولا آخر حد هيجي اسمه بالباطل، وده للأسف كان متوقع، بس بما إن الهجوم منها دلوقتي على أكرم فعايزة أقول التالي. وآخر حاجة أكد عليها في كلامه، أكرم ملوش أي صلة بالطلاق، وبالعكس لما عرف من مدة إني هاخد الخطوة دي نصحني معملش كده لمصلحة أولادي. كذلك كصديق وفنان هو من أنظف الناس اللي اتعاملت معاهم، وأشهد ربنا إني عمري ما شفت منه غير كل خير واحترام. ولكل اللي هاجموه وقالوا إن مراته بتعمل ترند، رد عليهم طعيمة وقال أنا راجل موجود في الوسط الفني بقالي 26 سنة، وأعتقد إنه عمر ما حد سمع ليا حس ولا دخلت في مشاكل مع قريب أو غريب، وما كنتش أتمنى أكتب البوست ده، بس بما إن الكلام طال ناس ملهمش ذنب وجب عليا تحمل المسؤولية والرد، وما زلت بتمنى ما اضطرش أرد في يوم آخر على هجوم آخر على أي شخص لمجرد إنه صديق وبيتعامل معايا فنيا. ما زلت بتمنى من زوجتي السابقة ترك مساحة من الود، علشان بينا أولاد، وربنا بيقول وإذ طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وده اللي بحاول فيه من البداية وهحاول فيه للنهاية، ربنا يهدي الجميع. تفتكروا جيني فعلا بتعمل ترند على حساب أمير، ولا الفترة اللي فاتت كانت محاولة للصلح ما بينهم وفشلت؟